العلا سيروا شبابا مجد وتكاتفوا لينوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم المفضل، برنامج ساعة شاب، الذي يأتيكم عبر شبكة سلام الإعلامية، والتي يعني تنشر بثها عبر الأقمار الصناعية، وأيضا عبر بثها في اليوتيوب وقناتها وصفحتها في الفيسبوك. دعونا وإياكم كما جرت العادة مشاهدينا الكرام نرحب بمن يصحبنا في التقديم دائما وأبدا زميلي العزيز أنس بن أبو صقر. حياك الله يا أنس. حياك الله عبد الرحمن، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من أسبوع جديد. ننوه كما جرت العادة بأننا لا نستغني عن مشاركاتكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة وعبر البث المباشر في قناتنا في اليوتيوب. دعونا وإياكم مشاهدينا الكرام ننتقل إلى أول فقراتنا لهذه الحلقة وجلسة سمر. حياكم الله من جديد في فقرة جلسة سمر. اليوم يا جماعة الخير موضوعنا جدا 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 مهم، ويكاد يكون موضوع العصر، والموضوع الذي يشغل باله إذا ما كان كل الشباب فمعظم الشباب، وهو سلاح ذو حدين. دعونا يا أبو صقر والسادة المشاهدين ندخل في صلب الموضوع مباشرة من دون أي مقدمة، ونتحدث عن المال. طيب عبد الرحمن، موضوع الحلقة لهذا اليوم طبعا هو موضوع مهم جدا، وهو يعني خلينا نسميه بفتنة كبيرة جدا ومحك للعلاقات. موضوع المال يا عبد الرحمن. خلينا أولا نأخذ السؤال الأول، وهو ما أهمية المال في حياة الإنسان؟ طبعا عبد الرحمن لا شك أن المال في حياة الإنسان هو العصب، وهو يعني القوة، خلينا نقول القوة للفرد والمجتمع، وأيضا للدولة. فلا شك أن المال يولد القوة في بعض الأحيان للإنسان، ويولد القوة للمجتمع، ويولد القوة أيضا للدولة، وهو يعني عصب مهم في هذه الحياة. لكن عبد الرحمن، حنا لو جينا نسأل ما هي مصادر المال من جميع أنواعها؟ طيب هو موضوع صراحة جدا مهم كما ذكرت يا أبو صقر، وهو شغل الشاغل. شغل يعني من أن يعني تبدأ حياة المرء من بعد الثانوية وبعد الجامعة إلى أن تنتهي، والمال هو شغله الشاغل. ولذلك ركز ديننا الحنيف على أهمية المال وطريقة الحصول عليه وطريقة إنفاقه وطريقة إدارته. يعني هذا جانب مهم جدا في الدين. يعني أبدا إذا المرء اتبع الدين واتبع كيف الإنسان يدير ماله وكيف يكتسبه وكيف ينفقه عبر أطر الدين الإسلامي، فبالتالي سوف ينجح في حياته كثيرا. طيب سألتني نفسك، قلت لي ما هي مصادر المال؟ الحديث هنا عن العمل، وأنه يجب المرء أن لا يتقاعس وأن يسعى خلف رزقه. هذا هو مفهوم الحصول على المال بشكل عام جدا. يعني لا يوجد طريقة للحصول على الرزق سوى العمل. فهذا هو الجواب العام، ولكن أكيد نحن راح نفصل فيه في الأسئلة أو في الفقرات القادمة. طيب عبد الرحمن، الكثير من الناس يذكر أن الأرزاق بيد الله. تجي تجلس مع الناس كثيرة جدا يقول لك يا أبو صقر، يا أنس، يا عبد الرحمن، يا أخي الأرزاق بيد الله، ويأخذ هذا المنظور يا عبد الرحمن على أن خلاص دام أن الله عز وجل قال يعني كفاك موضوع الرزق، فخلص أنا والله بجلس في البيت، لن أتعلم من أجل أني يعني العلم هو باب
من أبواب الحصول على المال. لن أبحث على وظيفة من أجل أن أجلب المال. يجلس يا عبد الرحمن في منزله وينزل ويجلس في مكانه ولا يتحرك ولا يعني يبذل الأسباب. الله عز وجل ذكر لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله عز وجل كفاك هم الرزق، لكن أيضا إيش قال لك؟ قال لك افعل بالأسباب. أنت ليس المهم أن تكون يعني أن تأخذ بهذا الكلام، لكن ما تكون موجود في مكان السبب. يعني ما تيجي تقول لي والله يا أخي الله عز وجل قال نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، معناها خلاص إنه أنا أستقر في منزلي طول حياتي خلاص ما أتحرك وأدي الصلاة وأرجع ولا أفعل بالأسباب، لأن الرزق هذا أمر مكتوب. هو لا شك أمر مكتوب، والله عز وجل يعني لن ينتهي عمر الإنسان إلى أن يقبض الله روحه إلا قد استنفى وأخذ كل ما كتبه الله لك. فلا شك أنك مهما كنت ومهما يعني فعلت رزقك موجود، لكن لابد أن الله عز وجل يراك في مكان السبب. جميل. نعم. طيب لو جينا قلنا ما هي ضوابط جمع المال يا ابو صقر؟ هناك يعني ضوابط اخلاقيه وضوابط دينيه. لو تحدثنا عن الضوابط الدينيه فهو امر صريح واضح يعني لا مجال فيه للنقاش، الا وهو اي مال حرام هو يعني او اي مصدر رزق حرام، فبالتالي المال يكون حرام والاشياء ضدها تتبين. اي مال حلال طيب، فبالتالي المكسب يكون طيب والحلال يكون طيب. ويعني نذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فبالتالي هذه حديث والآيات والآثار التي تبين أهمية كسب المال الحلال والبعد عن المال الحرام كثيرة جدا. تمام. وهنا نذكر أمثلة على بعض المال الحرام. يعني يجيك واحد من الشباب يقول لك والله يا أخي أنا ما أعرف هذه حرام هذه حلال. نقول له يعني ابحث يعني في أي مسألة، خصوصا في الدين، في أي مسألة تجد يعني فيه الكثير من الفتاوى العلماء الموثوقين وكبار العلماء سوف تجد أنه والله هذه مسألة حرام. حتى في الفتاوى المعاصرة تجد أنه والله نبه بها بعض العلماء الموثوقين على يعني حلية هذا الموضوع وحرمته. نذكر يعني أشهر وأهم أنواع كسب المال الحرام وهو الربا. الربا هو من أكبر ويعني أشمل وأعم أنواع كسب المال الحرام. والربا بصريح العبارة ألا هو أنك أنت تأخذ يعني أكثر مما تستحق، ويكون هذا بالاتفاق من يعني في تفصيل واسع في باب الربا لا ندخل فيه، لكن هذا هو مفهوم المال الحرام. نجد عند يعني بالمقابل كسب المال الحلال عبر التجارة مثلا، عبر العمل. وهنا تفصيلة مهمة جدا ممكن يعني احنا نسأل فيها الدكتور حسن، ما هو الفرق بين البيع والربا؟ لما يقول الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا، يعني ممكن انك انت تجد في معاملة واحدة العائد فيها واحد، ولكن هذا ربا وهذا بيع. كيف انت تفصل في هذه الامور؟ هذه نحتاج فيها الى خبير في يعني المعاملات الاسلاميه والمعاملات الماديه. هذه كلها امور لا بد للمرء ان يعرفها ويتقنها جدا، على الاقل يكون عنده يعني معلومات شامله حتى لا يقع في المال الحرام، وحتى لا يطعم اهله وبيته ونفسه من هذا المال الحرام. هذه الضوابط الدينيه وصقر، يعني قلنا المال الحلال والمال الحرام. طيب الضوابط الاخلاقيه؟ الضوابط الأخلاقية من أهمها يا عبد الرحمن أن الإنسان لا يكون يعني جشعا متعطشا لا يشبع من جمع الأموال. يعني تلقاه أصلا متلهف فقط لجمع هذه الأموال، ويعني يجري وراها بشكل يعني ملفت للانتباه وشكل مزعج لمن حواليه. أيضا من صور الضوابط الأخلاقية أن الإنسان لا ينظر فيما يعني في يد الناس. تلقى يا عبد الرحمن من شدة فتنة المال هذا عندما يدخل إلى القلب، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافينا وإياكم جميعا، أن الإنسان عندما يتعدى مرحلة التعطش ولا يشبع من جمع الأموال يتجه إلى إيش؟ يتجه إلى أنه عندما يرى في واحد أغنى منه أو أكثر منه دخلا ينظر لما بين يديه. عندما ينظر إلى ما بين يديه هذه في نفس هذه اللحظة يتولد إيش؟ أنك أنت قاعد تفقد متعة الشيء اللي بين يديك. يعني أنت الآن دخلك نفترض يعني مبلغ معين، لقيت واحد أعلى منك في الدخل. الأمر هذا من شدة تعطشك وحبك الجم للمال اللي تجري وراه والفتنة اللي دخلت في قلبك
تبحث انت عن ايش اللي في يد الشخص الفلاني، ليش هو اكثر مني، ليش هو مدري ايش. فهذا الامر يا عبد الرحمن يخليك يفقد شيء مهم. ايش هو الشيء المهم اللي يخليك تفقده؟ ان المتعه اللي بين يديك تروح. ليش؟ لانك انت قاعد تنظر ما بين ايدي الناس. صحيح. وهذا ما ياتي الا اذا كان الانسان متعطش ويرى ان المال هو هدفه الاول والاسمى والاخير. بعد التعطش ينظر خلاص انا ليش هذا مثلا اكثر مني، هذا ليش مدري ايش، فتلقاه يطالع فيما بين ايدي الناس. اول ما يطالع بين الناس كما ذكرنا عبد الرحمن يعني يخليه المتعه اللي هو يمتلكها يفتقدها. انت الان يجيك شيء استمتع فيه، لا تنظر ما يدري، انت تنظر هذا ايش معه وهذا ايش معه، ليش هذا اكثر مني، اللي في يدك هذا انت ما قاعد تستند فيه. صحيح. فهذا صور من صور الضوابط الاخلاقيه اللي هي بعد الجشع. اذا ما كان الانسان يعني حط له يعني كنترول للموضوع هذا بيترتب عليه هذه الامور. نعم. طيب خلينا ندخل يا ابو صقر بشكل واقعي اكثر. احنا نسمع جمله تقال ويعني دارجه في السوق. انا ودي صراحه يعني هذه الفقره بالذات يكون في بيني وبينك يعني اخذ وعطاء، انها يعني قابله للنقاش اكثر من كونها يعني 1+1=2 او قواعد ثابته. يقول لك والله الفلوس وسخ دنيا، يقول لك الفلوس تغير النفوس، يقول لك والله الفلوس هي المحك بين الاصدقاء. هذه كلها امور احنا نسمعها ودارجه يعني في المجتمع ودارجه بين الناس، خصوصا يعني اصحاب الاموال. يقول لك والله يا اخي يعني انتبه من المال، ترى المال هو انا اقول يعني هذه الجمله تحديدا الفلوس وسخ دنيا انا اعتقد انها غير دقيقه، لان الله عز وجل يقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا. صحيح انهم في حياه الدنيا فقط، ولكن الله عز وجل قرر المال بالبنون. فاذا انت راح تسب المال فبالتالي انت راح ايضا تسب ايش؟ البنون. ولكن الموضوع يحتمل الطرفين، قد يكون المال بالنسبه لك نعمه وقد يكون نقمه، قد تكون الابناء يعني نعمه وقد تكون نقمه. هذا امر عائد من عائد الشخص نفسه. يعني المال قد يكون في يدك يعني الله يكرم السامعين قذاره او وساخه في حال كان المكسب حرام والانفاق كان حرام، وقد يكون زينه وحلال وطيب ورب عز وجل يبارك لك فيه اذا كان ايش؟ مكسبه طيب ومنفقه او المال الذي او الجهه التي تنفق فيها المال ايضا جهه طيب. وكذلك الابناء عندما يربون تربيه صحيحه يكون نباتهم صحيح والعكس صحيح. ما رايك ابو صقر؟ يعني هذه جمله ودنا احنا ايش؟ ناخذ ونعطي فيها، وحتى لو كان في احد الشباب المشاركين وده يشاركنا خصوصا في هذه الفقره لانها فقره مهمه ايضا، وهذا الكلام دارج بين الشباب ودارج بين الناس. نعم انا يعني اوافق الراي. يعني جمله ان المال وسخ الدنيا، انا اقول فيه انه اذا كانت هي تفسد على الانسان دينه، ان المال هذا اذا كان يفسد على الانسان دينه فهي نعم يعني وسخ دنيا. لكن إذا كانت الأموال هذه هو ينفقها في سبيل الله عز وجل، ينفقها في أهل بيته وينفقها على أصدقائه وينفقها عليه هو شخصيا بالحدود الدينية والحدود الشرعية، فهذا يعني تدخل في الآية أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا لا شك. لكن السؤال أنت كما ضربت مثل عبد الرحمن أن يعني المثل اللي هو المال وسخ دنيا ولا لا. البعض يقول هل المال سبب من أسباب السعادة؟ أنا أقول نعم. احنا النقطة اللي احنا نختلف فيها، أنا يعني كنت أخوض نقاشات في هذا الموضوع على هي كلمة واحدة، هل المال يشتري السعادة أو المال سبب من أسباب السعادة؟ البعض يضع أن المال هو السعادة بأكملها، أنا لا أتفق في هذا الشيء، لأن السعادة بأكملها القرب من الله عز وجل وبر الوالدين، هذه أشياء ركيزية. المال هو سبب. نعم. من ضمن الأسباب مثلا السفر، يعني ما في يعني الإنسان الغير مقتدر ما يقدر يسافر. والسفر هو يعني جزء من السعادة لا يكمل إلا بالمال. ومثلا الزواج، الإنسان يعني غير مقتدر جدا لا يستطيع أن يتزوج، والزواج يعني سبب من أسباب السعادة والاستقرار النفسي لا يأتي إلا بالمال. والعطاء أيضا، هذه الأشياء هي سبب من أسباب السعادة قائمة على المال، لكنها ليست الأصل. أصل السعادة عمرها ما كانت المال. أنا لا أتفق جدا، أصل السعادة عمرها ما كان. أصل السعادة يعني أصل السعادة بالقرب من الله عز وجل. ورأينا كثير من الحالات ناس غير مقتدرة جدا لكنها قريبة من الله عز وجل
وهي من أسعد الخلق، ورأينا ناس هي من أغنى أغنياء العالم لكنها بعيدة عن الله عز وجل، ومع ذلك كانت المال لا يشتري سعادتهم. نعم صحيح. لا شك أن جملة المال هو السعادة هي جملة خاطئة جملة وتفصيلا، والتفصيل ذكرته وتفصيل صحيح، ولكن أنا دعني أضيف على كلامك في نقطة العطاء تحديدا، وأنه سبب من أسباب السعادة. وهنا نستطيع أن نفصل في هذا الأمر. هناك عطاء يا أبو صقر، عطاء واجب على المسلمين المقتدرين ماديا الذين يعني لديهم مال يعني معين حال عليه الحول، فبالتالي ايش هذا المال تفرض فيه الزكاة العبادة التي يعني من أجلها حارب أبو بكر الصديق المرتدين، ويعني هي ركن من أركان الإسلام، وهذا الركن للأسف الشديد أنه أهمله كثير من يعني المسلمين في هذا العصر، كونه يعني ما نجد حث كبير على الصلاة، على الصيام، على الحج، ولكن الزكاة تحديدا ما نجد فيها حث كبير، لأنه يعني ما أخذ هذا الركن حقه الكامل كما أخذت بقية الأركان. يعني فإحنا بالتالي نقول هذا أمر مهم وهذا هو الواجب. كم نجي النقطة العطاء مصدر من أو سبب من أسباب السعادة، نجد هنا الصدقة يعني أنا في تفصيل جميل يقول لك دائما الناس الذين ينفقون أموالهم ويتصدقون، وش ربي ماذا وعدهم؟ وعدهم بالبركة في الرزق، يعني ما نقص مالهم. هذه كلها الناس يعرفونها. يعني صح انه يعني اذا جاء وقت الجد تلقاه مثلا يعني ينفق من قليل ماله، ولكن هذا هو المفهوم العام. لكن هناك في تفصيل اخر جميل جدا يعني سمعته في احد المقاطع، يقول ان الاشخاص الذين ينفقون اموالهم يعني يعيشون حياة سعيدة جدا. خلينا نقول ايش سبب يعني انت كيف تقول هذا الشخص سعيد؟ هذا شخص سعيد يعني ذهب عنها ايش؟ الحزن، يعني ضد السعادة الحزن. ففي قول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شايف هذا الجملة الأخيرة يعني ذكرت واقترنت بالصدقة في عدة مواضع في القرآن، حتى يبين الله عز وجل أن أصحاب الصدقة هم يعني من أسعد من الخلق. فتجد الشخص الذي ينفق أمواله تجده لا يهاب ولا يخاف أحد إلا الله عز وجل، تجده أيضا سعيد في حياته، تجد منطلق في الحياة، تجد نفسيته حلوة. ليه؟ لأن الله عز وجل نزع منها إيش؟ الخوف والحزن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من اللهم أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من يعني إلى آخر الدعاء. ولكن هذه أمور خطيرة جدا من أسباب جلبها، من أسباب انعدامها عفوا أنك أنت تصدق. وبالتالي يعني كلمة العطاء احنا ما نتكلم عن العطاء اللي هو مثلا والله هدية انت هديت، وان كانت يعني الاهداء شيء جميل، اللي مثلا يقول تهادوا تحابوا، لكن انا اتكلم عن الاهداء الصدقة، انك تنفق اموالك في سبيل هذا مما يسبب السعادة، والدليل واضح في القرآن الكريم. ايضا كما ذكرنا ان يعني لا يكون الانسان جشعا ومتعطشا ولا يشبع من جمع الاموال. انا هنا من منظوري الشخصي انا كأنس، المال الذي تكتسبه انت كإنسان، طبعا أنا لا أعمم بالكلام هذا ولا أنقله عن أحد، إنما هي وجهة نظري أنا الشخصية، قد تكون محل خطأ قد تكون محل صواب. لكن أنا أرى أن المال هذا اللي أنت تكتسبه كان بشكل شهري راتب أو كان بشكل شهري مدخولك من شركتك أو كذا، هو ليس مالك فقط. صح، لا شك. يعني المال الذي تكتسبه أنت يجب عليك في منظوري أنا أنك تصرفه على الأهل، تصرفه على الأصدقاء، يكون جزء من مالك في إدخال السعادة على أصدقائك. أيضا جزء من مالك تتصدق فيه إلى الفقراء والمساكين. أنت مو عشان ربي أنعم عليك وفتح عليك وتستلم مبلغ قدره شهريا، الناس اللي تنتظر الملابس، والناس اللي يعني أوذيت في موضوع الزلزال، الناس اللي في الإعصار اللي صار في ليبيا، هذول الناس كلهم ينتظرون منك أن تعطي. أنت ربي فتح عليك هذه الأموال، أنت ما تتركها في جيبك. نعم. هذه أنت تعطيها للفقراء والمساكين وتعطيها أهل بيتك من باب أولى، وتقف عليهم وتدخل السعادة على هذا وتقف مع هذا وتدخل مع هذا. الفكرة أنك تستلم المرتب وتستلم دخلك الشهري فقط إلى نفسك وتصرفه على احتياجاتك الشخصية. أنا لا أتفق مع هذا المبدأ، قد يكون خاطئ بس أنا من وجهة نظري كأبو صقر أنا لا أرى أن هذا الأمر سليم. لأن أنت ربي يوم يعطيك الأموال هذه
يريد أن يختبرك فيها. الرب يوم يفتح عليك يريد أن يختبرك فيها، أنت ماذا قاعد تفعل وفي ماله فيما أنفقه، وين قاعد تروح، وين الأموال هذه وين قاعد تروح. الله عز وجل لا يبتليك أنت بالفقر، الرب يبتلاك بالغناء. لماذا؟ ليش اختارك أنت من بين العالم هذه؟ ليختبرك أنت أموالك هذه وين قاعد توديها. في إخوانك المسلمين المستضعفين يتمنون ربع اللي أنت تستلمه شهريا، لماذا أنت لا تكون سبب فيه؟ لماذا لا تكون أنت سبب في كفالة أحد الأيتام؟ لماذا لا تكون أنت سبب في أنك تكفل حافظ لكتاب الله عز وجل أو معلم لكتاب الله عز وجل؟ هذه لا يوفق فيها يا أخي، لا يوفق فيها إلا أحد. وهذا والله إنه محض توفيق الله عز وجل للمرء، أنه يوم يستلم المال يفكر في إخوانه المسلمين. أنا استلمت، أنا اليوم أموري تمام، لا طيب أنا عندي واحد في النيجر، عندي واحد في الهند لا يمتلك قوت يومه، أنا ليش ما يعني آخذ من مالي حتى لو كان الجزء البسيط وأعطيه من أجل أنه يعني يعيش شهره بكرامته وكذا، وأكون أنا سبب. والله أن هذا المال الذي أنفقته والله يعود عليك في القريب العاجل. والله العظيم ما ترى مشكلة مرت فيك في الشهر إلا الله عز وجل يخرج لك هذا الأمر على طول. والله أنا أتكلم من تجربة أن الأمر هذا ما أنفقت شيء في سبيل الله عز وجل إلا والله العظيم ربي يخلق في نفس الوقت. أنت سديت عن أخوك المسلم حاجة ووقفت معه، الله عز وجل في وقفة أخرى وفي يعني مضيق مر فيك في الحياة تخرج لك هذه الأمور وأنت لا تشعر. هذا فضل الله عز وجل، والله لا يوفقني، وأنا والله لا أقول هذا من باب إني أنا موفق، وإنما يعني الحمد لله الله يجعلنا جميعا في هذا الطريق يا أرحم الراحمين. لكن الأمر كنت أبغى أوصله أن المرء عندما يستلم أو يعني تكون الأموال بين يديه لا يفكر في نفسه فقط، يفكر في إخوانه المسلمين، يفكر في أهل بيته، يفكر بأن هذا المال هو مسؤول عنه يوم القيامة فيما أنفقه. نعم. هذه نقطتين. نعم جميل جدا. وفي نقطة ما شاء الله أنه يعني أن ما أنفقت من شيء فهو يخلفه. أنا أذكر واحد من الشباب يقول لي يقول أنا إذا جيت عند آخر الشهر، اسمع هذه وصية، يقول أنا إذا جيت آخر الشهر وما كان معي مبلغ اللي يسدني إلى آخر الشهر، يعني مثلا يكون اليوم 20 لسه باقي 10 أيام والمبلغ اللي معي ما يكفي يقول هذا المبلغ مباشرة تصدق فيه. لا ويبقى معي صفر، يقول أنا أصفر حسابي صفر، يقول والله ما تأتي حاجة إلا وقبلها يأتي الفرج. يعني يقول من تصفير الحساب عندي إلى أن تأتيني أقرب حاجة، خلينا نقول حاجة في البيت، أكل شرب أي شيء، إلا سبحان الله يعني الفرج يأتي، لأنه هذا وعد من الله عز وجل. عندما يعيدك الله عز وجل فأنت يعني تأخذ من ملك ملوك ما هو المال مقابل قدرة الله عز وجل. أشكرك أبو صقر على هذه الحلقة الجميلة، وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والإنصات. دعونا وإياكم ننتقل إلى الفقرة القادمة وترند. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية، فقرة ترند. طبعا أهم الترندات في هذا الأسبوع عبد الرحمن المرأة الإريترية التي احتجزت في مطار اسطنبول. نعم ظهرت امرأة إريترية في مقطع يعني فيديو توضح أنها تواجه إشكالية كبيرة جدا في مطار اسطنبول، وأنها عالقة هناك، فمن يستطيع أن يمد لها يد العون فلا يتردد. انتشر هذا المقطع كثيرا وكنا يعني نأمل أن نشاركه معكم، إلا أن يعني المقطع حدث في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لعلكم رأيتم أنه انتشر بشكل كبير جدا. هذه هي المرأة التي تسابق يعني أصحاب الخير ويعني أصحاب البذل والعطاء في مساعدتها، خصوصا أنها يعني امرأة إريترية، والإريتريون ما شاء الله لديهم عاطفة جياشة تجاه بعضهم البعض، فبالتالي المقطع تسارع وانتشر بين جروبات الواتساب وأيضا في برامج مثل التيك توك وتويتر، ومباشرة سارع الباذلون ويعني الذين أرادوا مساعدتها وتواصلوا معها، ويعني الآن هي ما شاء الله قضيتها مستمرة. ويعني تذكر إحدى المصادر أنه يعني في القريب العاجل سوف تخرج من مطار اسطنبول بسلام. طيب الترند الثاني وقوع انفجار مدوي ومحزن في العاصمة التركية أنقرة، والذي لم يعرف من خلفه، ونسأل الله السلامة لكل من كانوا هناك. أعتقد أن هناك 2 من العسكر إصابتهم طبعا طفيفة وبسيطة جدا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد تركيا
من كل سوء، وأن يجنبها هذه الانفجارات وهذه المشاكل المختلقة. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا. ومن تركيا إلى إسطنبول حيث قررت حكومتها، ومن تركيا إلى الإمارات حيث قررت حكومتها أن تمنح الجنسية إلى من ما يسمون من فئة البدو الذين ليس لديهم هويات من المجتمع الكويتي، وتمنحهم الجنسية الإماراتية، نظير أنهم موهوبون في عدة مجالات مثل الطب والإعلام وغير ذلك. معرض الكتاب في الرياض حدث طبعا سنوي يفتح أبوابه للزوار مرة أخرى هذا العام. طبعا عبد الرحمن، أنا كانت لي زيارة في معرض الكتاب، لكن ليس طبعا في الوقت الحالي. أنا زرته يعني تقريبا من 6-5 سنوات تقريبا. يعني أرى بعد ما شفت المقاطع الموجودة لمعرض الكتاب لهذا السنة الواقع طبعا في الرياض، رأينا التطور الكبير جدا في هذا المعرض. وطبعا هو لا شك معرض الواحد يستفيد منه جدا. أنا يوم زرته كنت مع الوالد، وكان لقينا يعني كتب مفيدة جدا، ويعني تناسب جميع المراحل العمرية. وطبعا قابلنا الكثير من المشاهير والمشايخ الفضال. أنت عبد الرحمن أتوقع أنك كانت لك زيارة في أحد السنوات. كيف يعني معرض الكتاب من المعارض المهمة، وما أعتقد يعني أحد ما زار هذا المعرض سواء في الرياض أو في غير مدن. أنا والله حضرت يعني المعرض أكثر من مرة سواء في الرياض، أيضا كانت لي زيارة إلى اسطنبول وحضرت أيضا المعرض هناك. وما شاء الله تبارك الله يعني معرض الكتاب، يعني ما أنت عارف من اللي بدأ هذه يعني كانت من فكرة المعرض، ولكن يعني فكرة جميلة جدا، وأصبحت هي المصدر. يعني إذا في أحد يريد أن يسوق له كتاب معين، وبالتالي ما يعني لن يجد أفضل من فكرة يعني معرض الكتاب أنه يسوق فيه كتاب. للأسف الشديد ظهرت مؤخرا بعض المقاطع لكتاب يدعون عن أنهم كتاب وأنهم مثقفون، وهم يعني لا يمتون للكتاب ولا للكتب ولا للثقافة ولا للعلم بأي صلة. هؤلاء يجب على المشاهدين وعلى الناس الذين يعني وعلى رواد معرض الكتاب أنهم يتنبؤون لهم أن والله هذا ليس كل كاتب مثقف. يعني مو كل شخص كتب كتاب أو يعني أنشأ كتاب أو صدر كتاب. الحين أي واحد يقدر يكتب كتاب. أنا أعتقد أنها هذه نقطة مهمة جدا، لابد أن يعني ممكن احنا نتحدث فيها في نقطة منفصلة في جلسة سمر، لكن هذه نقطة مهمة أيضا. طيب أنا الترند القادم يعني أنا ودي صراحة يعني ما يتحدث عنه غيري كوني عاشق إلى هذا الترند. يوم القهوة العالمي، والذي كان البارحة يوم الأحد، شهد كثير من العروض التجارية في براندات عالمية، ولسنا بصدد ذكر هذه أسماء البراندات إلا أنها معروفة يعني في كثير من البلدان. يعني شارك الكثير من يعني عشاق القهوة وأنا واحد منهم، يعني صورا لأكواب القهوة الخاصة بهم، وأيضا شاركتهم هذه البراندات العالمية والماركات، حيث أنها قدمت عروض يعني مغرية جدا. وهو يوم واحد يعني احتفل به عشاق القهوة. وهنا يعني لابد أن ننوه عندما نذكر يعني القهوة، فاحنا نتكلم عن القهوة السوداء. يعني أنا أتحدث عن يعني ما دخل عليها. يعني احنا والله يوم نتكلم عن القهوة يا أبو صقر نسمع والله لاتيه مثلا ولا ماتشا ولا فينيش، هذه كلها أمور دخيلة. احنا نتكلم عن القهوة الأصل، القهوة السوداء المرة اللي يتلذذ بها، اللي يبغى يشرب قهوة فعلا يشرب قهوة. هذه كولومبيا ما يحتاج. يعني خلينا بغض النظر عن الدولة، ولكن هذه القهوة التي نتحدث عنها عندما نحتفل بيوم كبير مثل اليوم العالمي للقهوة. لكن هذه المشروبات دخلت عليها ولا بأس، يعني هي مما يستأنس بها يعني ويعني يتلذذ بها، ولكنها لا تمت إلى عالم القهوة بصلة. طيب ننتقل وإياكم إلى الترند الأخير. هنا مصور سعودي يفوز بجائزة دولية. طبعا سنعرض لكم الصور عبر الشاشة. لو تلاحظون هذه ما شاء الله الصور، حصلت صورة الإفطار الجماعي بحي الزاهر بمكة المكرمة، والصورة الخلية العصبية لشارع الحجون وربيع الكحل بالعاصمة المقدسة على جوائز
سيينا الدولية في إيطاليا، والتي تعد من أكبر مسابقات الفوتوغرافية في العالم. هذه الصور موجودة عندكم لو تستطيعون مشاهدتها الآن في الشاشة، وهي ما شاء الله يعني صور جميلة جدا. عبد الرحمن، لك خلفية في التصوير ما شاء الله. والله يعني اقدر اقول لك متطفل على المجال يعني مو مجالي الاساسي، لكن يعني اي شخص عنده جوال حديث تجد انه مباشره يحب يعني التصوير. إيه. طيب، إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهينا من الفقرة الثانية، فقرة ترند. ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، وفقرة سبورت. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في فقرة سبورت. طيب اليوم لدينا أخبار جميلة جدا في فقرة سبورت، ودعونا نبدأ مباشرة بأهمها وأولها، ألا وهي دورة الألعاب الآسيوية. ويعني دعونا يعني نذكر هنا بعض النتائج في هذه البطولة التي يعني تقام بشكل سنوي. طيب، نتحدث هنا عن المتسابق الكويتي يعقوب اليوحى، يحقق الميدالية الذهبية بسباق 110 أمتار حواجز للرجل مع الياباني الياباني الله اسمائهم غريبة شوي، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية للعمر 19 في الصين. نبارك طبعا المتسابق الكويتي الأستاذ يعقوب، حيث يعني أنه يستحق هذه الجائزة الذهبية. وإحنا طبعا دائما نشجع العرب والمسلمين دائما إن شاء الله في تحقيق المراكز الأولى في جميع الألعاب وجميع المشاغل الرياضية. ومن الكويت إلى السعودية، حيث حقق العداء السعودي عبد الله أبكر الميدالية الفضية في منافسات سباق 200 متر. نبارك للمتسابق الذي شرف المملكة العربية السعودية عبد الله أبكر. ننتقل طبعا من إلى قطر، ذهبية أولى لقطر في الكرة الطائرة الشاطئية. نبارك طبعا لدولة قطر هذه الذهبية. وطبعا ما شاء الله اليوم الترند كله في العرب والمسلمين ما شاء الله، تحقيق ناجح جدا. عبد الرحمن، خلينا نتكلم الآن، ننتقل إلى كرة القدم بشكل مختصر. نتحدث عن الفرق. نتكلم مثلا عن نادي الهلال ومستواه المتوسط إلى الآن. ما هي الإشكالية يا عبد الرحمن؟ والله أعتقد أن الإشكالية هي أدرى بها جمهور نادي الهلال، وهي المدرب يعني يواجه إشكاليات كبيرة جدا مع اللاعبين الذين يعني تحت إدارته. فهذه هي الإشكالية الكبرى. أعتقد إدارة نادي الهلال إذا التفتت لهذا الموضوع بشكل جاد واستدركت الموضوع ويعني حاولت أن تحل المشكلة من البداية، أعتقد أنه ما راح يكون في أي يعني. أنا أتكلم عن نادي الهلال، نادي يمتلك أسماء كبيرة جدا، قد تكون هي النادي الأول في قارة آسيا يعني، وينافس في يعني كثير من فرق أوروبا. يعني حرام إنه يكون عنده مدرب مثل هذا المدرب. عتب كبير جدا من مدرج الاتحاد على رئيس نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحايلي أبو فيصل على التغريدة الأخيرة اللي نزلها يعتذر فيها عن مستوى نادي الاتحاد. ويعني وصلت التغريدة إلى تقريبا 7250 يعني رد على هذا، أنه هو أنت وينك من بداية الموسم يا أبو فيصل؟ ما قاعد تجيب اللعيبة المطلوبين للفريق. الآن جاي ترسل رسالة اعتذار للجمهور وتريد أنهم يقفون معك. يؤكدون ويواصلون بأن دعم المدرج الأول في آسيا، مدرج نادي الاتحاد، هو باقي كان الرئيس أبو فيصل ولا غيره. فعتب كبير جدا في السوشيال ميديا على رئيس نادي الاتحاد أبو فيصل. وأخبار كثيرة جدا تؤكد غياب لاعب الاتحاد كريم بنزيما، أو يعني كما نقل في التواصل الاجتماعي أنه هرب إلى فرنسا ولم يلتزم بعقده، غير أن اللاعب كريم بنزيما يرد عليهم في ستوري في الانستغرام اليوم بتمرين كما جرت العادة يعني بشعار نادي الاتحاد، ويؤكد
بأن الأيادي المرتعشة لن تصنع أي مشاكل داخل أسوار نادي الاتحاد. جميل جدا. طيب الحديث عن هذا النادي الكبير أتحدث عن مواجهته هذا الأسبوع وتحديدا في دوري أبطال آسيا أمام فريق سبهان الإيراني، المواجهة التي يعني سوف تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، متوقع أن تصل عدد الجماهير أو أن يصل عدد الجماهير إلى 70 ألف. فبالتالي نادي الاتحاد اعتاد على مثل هذه الجماهير، ولكنه اعتاد أن تكون هي مواصلة له عكس ما سوف يحدث في هذه المباراة. المباراة التي أتت لظروف صعبة على الاتحاد، نتكلم عن تعادلين، المباراة الماضية تعادل أمام الفيحاء، والمباراة اللي قبلها تعادل أمام فريق يعني سمعنا به يعني في مباراة الاتحاد هو فريق الأخدود أعتقد أو الخلود. نعم الخلود. شوف حتى والله نسيت الاسم. يعني بصعوبة جدا تأهل نادي الاتحاد أمام هذا الفريقين، فبالتالي يعني سبهان لديه فرصة كبيرة جدا للإيقاع والإطاحة بنادي الاتحاد السعودي. توقعاتك عبد الرحمن للديربي الواقع يوم الجمعة بين الاتحاد والأهلي؟ يعني احنا لنا فترة كبيرة ما حضرنا هذا الديربي نظرا يعني لظروف نادي الأهلي. توقعاتك عبد الرحمن؟ والله أنا أعتقد في مثل هذه المباريات يصعب جدا التوقع، لأنه مباراة عندما تكون ديربي بغض النظر عن نتائج الفريقين، احنا يعني لاحظنا في السنوات الماضية أنه مستوى الفريقين يختلف تماما في فقرات أو عفوا في عندما يأتي الديربي يعني يمحى تماما نتائج الفريق خلال الموسم كامل، والجميع يركز في هذه المباراة، فبالتالي هي 50-50. ولكن أعتقد أنه ظروف الأهلي حاليا هي أفضل من ظروف الاتحاد، فبالتالي الأهلي لديه أفضلية بسيطة على نادي الاتحاد. شكرا لك عبد الرحمن وشكرا لأدائك الطيب، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع وحسن المتابعة. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في مطلع الأسبوع القادم يوم الاثنين في تمام الساعة 4 عصرا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.